نادي الزمالك كانت حاضره النهارده لتغطيه يعني مؤتمر الاستاذ مرتضى منصور، وكان في ديالوج وكان في حوار ما بينك وبين الاستاذ مرتضى منصور. اولا عاوز اعرف من حضرتك تفاصيل الحوار، حضرتك بالنص كنت بتقول ايه للاستاذ مرتضى، والاستاذ مرتضى قال لك ايه، وايه رسالتك بشكل عام يا فندم؟ كنت بسأل ايه الاخر اللي احنا ايه يعني عايزه اقول لسياده المستشار احنا هنفضل سايبين النادي كده لحد فين؟ طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ احنا كل يوم بنتكلم، كل صحفي بيتكلم، كل صحفي بينزل، بس ايه الحل؟ احنا عايزين حل. النادي انا بقول النادي بيحتضر، النادي بيحتضر في عنايه مركزه. دلوقتي ايه الحل؟ عايزين ننجد النادي من اللي هو فيه. ايه اللي ممكن نعمله؟ لكن هنقعد نتكلم عن اللعيبه، طب ماشي، ما هو الحل ده هيفضل موجود على طول. هينتهي الحل ده بانتهاء المهزله اللي موجوده داخل النادي. بس كده. انا شايفه النادي مش قادره اوصفه، مفيش اي وصف ليه اصلا. نادي بيموت. النادي خلاص انتهى. انا عن نفسي ما بدخلش نادي كتير، مره كل فين وفين، بس لما بدخل بحزن. انا محتاج النادي يبقى حاجه كويسه. ده السؤال اللي سالته سياده المستشار، قالوا لي يمشي. طب ازاي طيب؟ هو لما جه يتكلم سياده المستشار وابتدى يعني يحصل حوارات، مشي من النادي، وكان عامل لنا اكتر من كده بكتير. احنا في الوقت الحالي ايه الحل؟ انا عايزه من الجمهور يقول لي ايه الحل؟ سياده المستشار ايه الحل؟ كل المؤتمرات ديت اساسها سؤال واحد بس، ايه الحل اللي احنا فيه؟ ايه الحل للنادي اللي احنا فيه؟ ادخلوا على كل صفحه زملكاوي. انا على فكره بحب الزمالك جدا وعندي عشق للزمالك، عايزه اشوف الحل ايه. محتاجاكم تجاوبوني ده، انتوا كصحفيين وانتوا كجمهور واعضاء. نفس الكلام اللي ماسكين النادي، ايه الحل؟ بس ده سؤال. مدام ممكن حضرتك تقولي لي ايه الفرق ما بين مجلس الاستاذ مرتضى منصور، او بالتحديد الاستاذ مرتضى منصور والكابتن حسين لبيب، بما ان حضرتك عضو جمعيه عموميه كنت داخل النادي؟ انا هقول الامان. الامان داخل النادي، ده اللي اقدر اقوله. الامان. انا بدخل نادي، انا دلوقتي بدخل مركز شباب بس حاليا. مركز شباب نادي الزمالك انا بشبهه دلوقتي مركز شباب، وكل اعضاء النادي قالوا لي نفس الكلمه، وبناء عنهم انا بقول نفس الكلمه اللي هم وصلوها لي. بس كده. شكرا يا فندم.